السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب تانية ثانوي، يا رب دايما تكونوا بخير. أنا زياد مبروك وده قناة يلا كيمياء، والنهاردة هنبدأ مع بعض بداية المراجعات النهائية يا صديقي. خلصنا المنهج كامل شرح وحل على اليوتيوب. النهاردة هنبدأ المراجعات النهائية، هنشرح كل حاجة من الأول إن شاء الله، كافي جدا جدا لأي حد مش عارف أي حاجة. طب بالنسبة للي عارف هتشوف هنا مستويات عليا وأفكار بإذن الله هتعجبك، وكمان هنحل مع بعض أسئلة كتير جدا، وكتاب الوزارة كله هيتحل في المراجعات دي يا صديقي، غير اختبارات شاملة هنحلها مع بعض، غير بقى مراجعات ليالي الامتحان. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنساش تدخل جروب التليجرام اللي هتلاقي الملزمه دي فيها، وهنعمل مع بعض لايفات باستمرار الفتره اللي جايه دي عشان نشوف كل واحد ناقصه ايه ونحاول نطوره. يلا نبدا ونقول بسم الله. النهارده هنبدا مع بعض مراجعه الباب الاول. بدانا في ايه؟ اول حاجه قلنا ان العناصر اللي عندنا في الكون نوعين، عناصر مستقره وعناصر غير مستقرة. طب ايه هي العناصر المستقرة دي؟ العناصر المستقرة دي كان ليها يا صديقي لو تفتكر اسماء اخرى، مثلا غازات خاملة او عناصر نبيلة لو تفتكر. ماشي، عناصر نبيلة، تمام. ايه هم الغازات الخاملة دي يا صديقي؟ كنا بنختصرهم في جملة اسمها هناك زر، اللي هي الهاء تشير على الهيليوم، والنون نيون، والألف أرجون، والكاف كريبتون، والزاي زينون، والراء رادون. هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، رادون يا صديقي. دي الغازات الخاملة. كنت عايز أعرف عنها إيه؟ كنت عايز أعرف عنها حاجتين مش حاجة واحدة، خلي بالك. إيه هما الحاجتين دول يا صديقي؟ أول حاجة إن هي عناصر أحادية الذرة. يعني إيه أحادية الذرة؟ بص يا صديقي، عناصر أحادية الذرة اللي هي بتتكون من ذرة واحدة بس، يعني مثلا HE بس، NE بس. طب هي العناصر الثنائية مثلا الهيدروجين بيقول عليها H2، عبارة عن ذرة H زائد ذرة H، دي بنسميها عناصر ثنائية الذرة. بينما العناصر المستقرة هي عناصر أحادية الذرة. ماشي، دي أول حاجة. طب تاني حاجة يا مستر، إن العناصر دي هي اسمها عناصر إيه؟ اسمها عناصر مستقرة. بما إنها مستقرة فهي لا تدخل في التفاعل الكيميائي، لا تدخل في التفاعل الكيميائي إلا في ظروف صعبة جدا جدا يا صديقي. ماشي، كده عرفنا إن هي عناصر أحادية الذرة ولا تدخل في التفاعل الكيميائي. ليه يا مستر لا تدخل في التفاعل الكيميائي؟ اسأل السؤال بالعكس، هي ليه العناصر بتميل للدخول في التفاعل الكيميائي؟ بهدف واحد بس، هدف الوصول إلى حالة الاستقرار. طب ما هي العناصر دي أصلا يا صديقي هي عناصر مستقرة، مش محتاجة إن هي تخش في تفاعلات كيميائية. ده أول نوع وخلصناه. طب إيه تاني نوع؟ هي العناصر الغير مستقرة. العناصر المستقرة اللي هي إيه؟ أي حاجة غير العناصر دي، يعني مثلا صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، روبيديوم، اي حاجه يا صديقي غير دي، سواء فلزات او اشباه فلزات. العناصر دي عايز اعرف عنها ايه؟ ان هي عناصر تميل للدخول في التفاعل الكيميائي عن طريق 3 حاجات. كم حاجه؟ 3 حاجات: فقد الكترونات، او اكتساب الكترونات، او مشاركه الكترونات. مستر انا ما كنتش بذاكر فمش فاهمك. اقول لك كل ده هناخده بالتفصيل النهارده يا صديقي، المهم بس تركز معايا وتفهم كل اللي انا بقوله. ماشي. طب يا مستر معلش بس سؤال فضولي، انت قلت لي يا مستر ان العناصر اللي هي المستقره هي عناصر احاديه الذره. اقول لك صح. طب ايه هي العناصر الثنائيه الذره؟ هقول لك بقى، ركز معايا احفظهم. هي عناصر عباره عن هيدروجين واكسجين ونيتروجين وعناصر المجموعة 7A اللي هي الهالوجينات، زي الفلور، زي الكلور، زي البروم، زي اليود. فلور، كلور، بروم، يود، دول عناصر ثنائية الذرة، ومعاهم الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين. كده خلصنا أول حاجة يا صديقي. تعال نشوف عايزين نعرف إيه تاني.
بص يا صديقي، انت عمال تقول لي تفاعل كيميائي تفاعل كيميائي، هو يعني ايه اصلا تفاعل كيميائي؟ هقول لك يا صديقي، التفاعل الكيميائي ده هو عبارة عن كسر وتكوين. كسر وايه؟ كسر وتكوين. هكسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعلة واكون روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة. طب يا مستر انا مش فاهم يعني ايه كسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط في جزيئات المواد الناتجة. هقول لك ركز معايا في المثال اللي انا هشرحه ده يا صديقي. ركز معايا يا صديقي عشان تعرف يعني ايه كسر الروابط وتكوين الروابط. بص يا صديقي، لو انا هاجي هفاعل الهيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH هخليه يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. ماشي، اللي بيحصل مستر ده تفاعل إحلال مزدوج، البعيد للبعيد والقريب للقريب. أول ما أجي أقول لك يعني إيه تفاعل مزدوج هتقول لي البعيد للبعيد والقريب للقريب. هيتكون عندي NaCl زائد H2O اللي هي المية. عايزين بقى نتعمق في فهم الحتة دي كويس قوي. ايه اللي حصل علشان يديلي الناتج ده؟ هقول لك ركز معايا. هو مش NaOH دي عبارة عن Na ماسكة في ال OH برابطة؟ طب ال HCl دي هي عبارة عن H ماسكة في Cl في رابطة؟ انا اروح اعمل ايه؟ هو معلش يقول لي كده هي تفاعل كيميائي كسر الروابط في المتفاعلات. خلاص اكسر الروابط دي، اكسر الروابط دي. انا كده كسرت الروابط اللي في المتفاعلات. هيتكون عندي ايه؟ Na موجب و OH سالب زائد H موجب و Cl سالب. خلينا كده نمسح ونظبط ال H دي عشان مواقع. تمام 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 جدا جدا يا مستر. طيب كده انا عملت اول حاجة كسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعلة. كمل تكوين روابط في جزيئات المواد الناتجة. ازاي؟ هاخد ال Na دي مع ال Cl دي واعمل بينهم رابطة. اخد ال Na مع ال Cl واعمل بينهم رابطة. اخد ال H الموجب مع ال OH السالب واعمل بينهم رابطة. فهيتكون عندي NaCl زائد HOH او H2O اللي هو النواتج دي يا صديقي، اللي هو الجزء ده. كده انا عملت ايه؟ انا كسرت الروابط اللي في المتفاعلات وكونت روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة. هو ده تعريف التفاعل الكيميائي. طيب حاجة كمان يا صديقي، ان التفاعل الكيميائي دايما بيتم بهدف الوصول لحالة الاستقرار. دايما الوصول لحالة الاستقرار. طب هسألك سؤال تاني بقى يا صديقي وتركز معايا. هل كل التفاعلات الكيميائية بتتم تحت الظروف العادية، تحت الضغط الجوي العادي ودرجة الحرارة العادية؟ هتقول لي طبيعي لا. هقول لك اديني مثال. تفكر كده هتديني المثال ده يا صديقي. هتقول لي يا مستر لو انا جبت قطعة حديد وحاولت اخليها تتفاعل مع الكبريت تحت الظروف العادية اللي هو الضغط الجوي العادي ودرجة الحرارة العادية، هلاقي ان هو ما حصلش تفاعل كيميائي. مهما اعمل مش هيحصل تفاعل كيميائي. امال ايه؟ هيديني مخلوط عبارة عن كبريت وحديد. انا بس كده نمسح كده ونكتب مخلوط مكون من كبريت وحديد. ده عبارة عن مخلوط. طيب يا مستر ايه الحل؟ انا هموت واعمل بينهم تفاعل كيميائي. هقول لك سخن، جرب تسخن يمكن المشكلة تتحل. او جبت نفس الحديد وجبت نفس الكبريت. ده تفاعل اسمه اتحاد مباشر اللي هو عنصر مع عنصر. هيديني كبريتيد الحديد الثنائي بعد ما سخنه. يبقى انا كده بعد ما سخنت اداني كبريتيد الحديد، يعني كده حصل تفاعل كيميائي. هتقول لي يا مستر طب افرض مثلا انا كطالب في المعمل عايز افرق ما بين المخلوط وايه تاني والمركب ده. هقول لك تعالى اديك مثال الاول علشان تفهمني بشكل اوضح. بص يا صديقي ركز في المثال ده. لو انا خليت ال Na تتحد اتحاد مباشر مع Cl هيكونوني كلوريد صوديوم، صح؟ عايز اقول لك ان خصائص كلوريد الصوديوم مختلفة تماما عن خصائص الكلور وخصائص الصوديوم. يعني خصائص النواتج مختلفة تماما عن خصائص المتفاعلات. معنى كده ان النواتج كيان جديد مستقل بذاته بعيد عن المتفاعلات. ارجع بقى لنفس المثال ده. معنى كده يا مستر ان المخلوط ده ما حصلش تفاعل كيميائي، بينما كبريتيد الحديد حصل يا صديقي تفاعل كيميائي.
حصل تفاعل كيميائي. معنى كده ان خصائص المخلوط ده هي نفس خصائص الكبريت والحديد، بينما خصائص كل كبريتيد الحديد مختلفة عن خصائص الكبريت وخصائص الحديد. طب ايه الحال؟ مستر انت عارف ان الحديد بينجذب للمغناطيس، فلو انا جيت عرضت المخلوط ده لمغناطيس، عرضه لمغناطيس، هتلاقي ان الحديد هيسيب المخلوط وينجذب للمغناطيس ويطلع بره. فانا كده قدرت افصل ما بين الكبريت والحديد، بينما هنا دول بقوا كيان واحد مستقل بذاته، مهما تعرضوا للمغناطيس مش هينجذب. فبالتالي ده بيقول لك ان النواتج بخصائصها مختلفة تماما عن خصائص المتفاعلات. تعال بقى نكمل ونروح الملزمة بتاعتنا يا صديقي. تعال نخش بقى على طريقة لويس النقطية. عمل ايه طريقة لويس ده؟ قال لك بص، هو احنا اي عنصر في الكون، يعني مثلا الصوديوم، اي عنصر في الكون زي الصوديوم مثلا، لما بيخش في التفاعل الكيميائي بيخش بال11 الكترون اللي عنده كلهم؟ لا، احنا ده بيخش يا مستر بالالكترون الاخير اللي في مستوى الطاقه الاخير، اللي هو ايه بمعنى صح؟ الكترونات غلاف التكافؤ، اللي هي كانت مجموع الكترونات الاس والبي في اخر مستوى رئيسي. قال لك خلاص احنا نعمل ايه؟ احنا نكتب اسم العنصر ونعبر عن كل الكترون في الكترونات مستوى الطاقه الخارجي بنقطه. يديني مثال يا مستر، الصوديوم، اول مثال الصوديوم بالتوزيع الالكتروني 1s2 2s2 2b6 3s1. هل انا لي علاقه بدول؟ لا، انا لي علاقه ب3s1 بس، ده اللي لي علاقه بيه، ده اللي يهمني. فانا اروح كاتب الصوديوم، امسح بس ده كده خالص، اروح انا مسح ده كله، انا يهمني مين؟ يهمني ده بس. اروح انا كاتب الصوديوم وحوالينه النقطه. طيب مستر اديني مثال تاني، المغنيسيوم، هل هو عباره عن نيون 10 و3s2؟ هل له علاقه بال10 الكترونات دول؟ لا، خلاص امسحهم، حاجه بسيطه، امسح ال10 الكترونات دي، هيتبقى لي عندي 3s2 وده اللي يهمني. اروح اعمل ايه؟ كاتب mg، وهو عنده كام الكترون في مستوى الطاقه الاخير؟ 2، يبقى حاطط نقطه هنا ونقطه هنا. خلي بالك بقى من حاجه مهمه، انا يهمني حاجه، خلي بالك، ما ينفعش احط نقطه هنا والنقطه التانية جنبها. ليه؟ لان الالكترون يا صديقي يا صدوق، انت عارف ان الالكترونات شحنتها سالبه. طب ما هو لما يقربوا مع بعض سالب وسالب هيحصل تنافر، فبالتالي العنصر مش هيكون مستقر. فانا بحاول على قد ما اقدر ان العناصر دي ما تكونش جنب بعض، ده اللي يهمني. عشان كده بحط المغنيسيوم فوق، نقطه فوق ونقطه تحت. طب الالومنيوم بينتهي ب 3s2 3b1، يعني يهمني ايه؟ الثلاث الكترونات. اروح انا مسح بقى، انا ما يهمنيش خلاص، انا اكتب الالومنيوم وحاطط حوالينه 3 الكترونات. وكذلك العمر معاه السيليكون، هتيجي توزعه هتلاقي ان هو عنده 4 الكترونات في غلاف التكافؤ، فحوالينه 4 نقط، وهكذا وهكذا الى اخره. ماشي، كذلك العمر مع الفوسفور والكبريت والكلور والارجون. يهمني بقى ايه؟ هل العناصر دي بس اللي حوالينها نقطة أو نقطتين أو 3؟ لا، ده كل عناصر مجموعتهم. يعني مثلا الصوديوم حوالينه نقطة، هل الصوديوم بس؟ لا، ده كل عناصر ال1A بنكتب اسم العنصر وحوالينه نقطة. زي مين؟ زي البوتاسيوم، بنكتب اسم العنصر وحوالينه نقطة. زي الروبيديوم، بنكتب اسم العنصر وحوالينه نقطة. طيب كده خلصنا ال1A. ماشي، خلينا كده بس كده نكتب قد ال1A اهي. ماشي، هل المغنيسيوم بس؟ لا يا مستر، دي 2A كلها. زي مين؟ زي الكالسيوم، بكتب اسم العنصر وحوالينه نقطتين. طيب الألومنيوم 3A كلها، والسيليكون 4A كلها، والفوسفور 5A كلها، والكبريت 6A كلها، والكلور 7A كلها، والأرجون 0 كلها. حوالينها 8 نقط طبعا، لان الارجون عباره عن بينتهي بايه؟ خلينا كده نكتبه، نيون 10 3s2 3b6. اجمع الكترونات الاس والبي في المستوى الطاقه الاخير 2 و6 8، فبكتب 8 الكترونات. خدت بالك من حاجه؟ ان رقم المجموعه بيساوي عدد النقط الا في المجموعه الصفريه. يعني مثلا المجموعه ال1A بنكتب اسم العنصر وحوالينه نقطه، المجموعه 7A اسم
اسم العنصر وحوالينه 7 نقط. المجموعة الخامسة ايه؟ اسم العنصر وحوالينه 5 نقط. إلا الصفرية الوحيدة بكتب اسم العنصر وحوالينه 8 نقط. ده اللي كنت عايز أعرفه يا صديقي في طريقة لويس النقطية. طب هل لويس عمل ده بس؟ يعني كل اللي عمل ان هو عمل الكترونات هنا في التكافؤ وعبر عنها بنقطة بس؟ اقول لك لا، هو قال قسم الازواج بتاعه الالكترونات اللي هو حطها اصلا الى نوعين، ازواج اسمها ازواج ارتباط وازواج اسمها ازواج حرة. هقول لك التعريف مش هتفهم الا لو انت مذاكر، هشرحه لك هتفهم كل حاجة. أزواج الارتباط هي الأزواج اللي شاركت في التفاعل الكيميائي. طب الأزواج الحرة هي الأزواج اللي ما شاركتش في التفاعل الكيميائي. يعني إيه شاركت ويعني إيه ما شاركتش؟ أقول لك تعال نشوف المثال ده. النشادر عبارة عن NH3. بص الرسمة بالطريقة دي. عموما يعني النيتروجين ده في المجموعة ال5A فحوالين 5 نقط. مثلا مش عارف المعلومة دي، النيتروجين 7 وزع 1S2 2S2 2B3 3 2 و3 5. فكده المفروض ان النيتروجين حوالينه 5 نقط. ادي اهو لو تاخد بالك ادي نقطة 2 3 4 5 كده، دول الخمس نقط بتوع النيتروجين. طب الهيدروجين هو عنده الكترون واحد بس فبنعبر عنه بنقطة. طيب NH3 كل 3H كل N مرتبطة ب 3H، فبقى الارتباط بالشكل اللي قدامك ده يا صديقي. بنعمل ايه؟ شايف زوج الارتباط ده؟ شايف الزوج ده اللي عمل الرابطة اللي شارك في تكوين الرابطة التساهمية؟ ده اسمه زوج ارتباط. طيب شايف ده؟ عمل رابطة تساهمية؟ يبقى ده زوج ارتباط. طب شايف ده عمل رابطة تساهمية ولا لا؟ مستر ده ما عملش حاجة، يبقى ده اسمه زوج حر علشان ما شاركش في بناء الرابطة التساهمية. بس كده. فكده النشادر عنده 3 أزواج ارتباط وزوج واحد بس حر. احنا بنتعامل مع الالكترونات كأزواج، يعني كل 2 الكترون بنعبر عنهم بزوج. فانا كده عندي 2 الكترون حرين فبنقول عليهم زوج حر. عندي 6 الكترونات ارتباط، ادي بص ادي 2 4 6. عندي 6 الكترونات ارتباط فبقول عليهم 3 أزواج ارتباط. بس كده يا صديقي، ده اللي عمله لويس. طب يا مستر انت عمال تقول لي الروابط، نتيجة كده نتكلم على انواع الروابط. هقول لك انا عندي نوعين من الروابط، روابط كيميائية وروابط فيزيائية. ايه هي الروابط الكيميائية دي؟ الروابط الكيميائية دي بتحصل بين الذرات في نفس الجزيء. طب الروابط الفيزيائية بتحصل بين الجزيئات وبعضها. مستر انا مش فاهم منك كلمة. اقول لك ركز معايا في المثال ده. لو انا جبت جزيء مية اللي هو عبارة عن O ماسكة في 2H، جميل، وجبت نفس جزيء المية ده تاني O ماسكة في 2H، وانت عارف ان ما بين المية والمية روابط هيدروجينية. ماشي، عايز بقول لك ايه هي الروابط الكيميائية؟ بين الذرات وبعضها في نفس الجزيء. يعني ايه؟ يعني الرابطة دي اهو بص بين ذرة وذرة، بين ذرة الأكسجين وذرة الهيدروجين ونفس جزيء المية فبقول عليها رابطة كيميائية. طب هنا أكسجين وهيدروجين في نفس الذرة في نفس الجزيء، ذرتين وبعضهم في نفس الجزيء، يبقى الرابطة رابطة كيميائية. بينما هنا الرابطة هنا ما بين جزيء المية وجزيء المية، مش ما بين ذرتين، لا ده ما بين جزيء مية وجزيء مية. كده يا مستر الرابطة دي تبقى رابطة فيزيائية. أتمنى تكون الأمور وضحت يا صديقي. تعال نكمل. احنا بعد ما قسمنا الروابط إلى روابط كيميائية وفيزيائية هنقسم الروابط الكيميائية والروابط الفيزيائية كمان. نقسم الروابط الفيزيائية لإيه؟ عندي نوعين من أنواع الروابط الفيزيائية، روابط هيدروجينية ودي حضرتك خدتها السنين اللي فاتت، وعندي روابط اسمها روابط فلزية ودي حضرتك يعتبر أول مرة تاخدها. طيب بالنسبة للروابط الكيميائية بقى عندك 3 أنواع، روابط أيونية وروابط تساهمية وروابط تناسقية. ماشي، احنا كده هناخد ال5 روابط دول واقول لك خلاص احنا كده خلصنا. اقول لك بالظبط كده المراجعة بتاعتنا هتخلص بعد ما نخلص ال5 روابط دول. تعال بقى في أول رابطة معانا اللي هي الرابطة الأيونية. تعال بقى نعرف يعني ايه رابطة أيونية وايه اللي بيحصل فيها وكل الكلام ده. تعرف الرابطة الأيونية هو تجاذب كهربي أو إلكتروستاتيكي بين الأيون الموجب
والأيون السالب بشرط أن يكون فرق السالبية أكبر من 1.7. مستر مش فاهم أوي. اديك مثال. عندي أهم حاجة يكون فرق السالبية أكبر من 1.7. خلي بالك. ماشي. اديني مثال. لو أنا جبت أيون صوديوم موجب وجبت أيون كلور سالب، مش ده موجب وده سالب؟ موجب وسالب بيحصل لهم تجاذب. بيحصل لهم ايه؟ تجاذب. فده اسمه تجاذب كهربي علشان بين الأيونات، الأيون الموجب والأيون السالب، بشرط أن يكون فرق السالبية أكبر من 1.7. ممكن أتأكد من المعلومة دي؟ أقول لك ماشي. الكلور سالبيته 3 والصوديوم سالبيته 9. 3 ناقص 9 عبارة عن 2.1. 2.1 يعني أكبر من 1.7. بالتالي المركب ده عبارة عن مركب أيوني علشان بين أيون موجب وأيون سالب. مستر ممكن أعرف بطريقة لويس بيترسم إزاي؟ أقول لك عيوني يا قلبي. بص، الصوديوم بيبقى حوالينه كام نقطة؟ نقطة واحدة. طب الكلور حوالينه كام نقطة؟ 7. 1 2 3 4 5 6 7. ماشي، ركز معايا بقى. هو مش الرابطة الأيونية دي عبارة عن فقد إلكترونات واكتساب إلكترونات؟ الإلكترون اللي عند الصوديوم هيفقد الصوديوم ويروح يقعد عند الكلور، بس كده. فبالتالي الصوديوم بدل ما يبقى حوالينه نقطة هيبقى مش حوالينه أي حاجة علشان النقطة بتاعته مشيت. والكلور بص بقى، طبعا هو الشحنة الموجبة بتاعت الصوديوم. الكلور ارسم كده 7 إلكترونات، 1 2 3 4 5 6 7. وأنا عندي إلكترون تاني جاي منين؟ جاي من الصوديوم اللي هو الإلكترون ده يا صديقي لو مش شايفه. ماشي يا مستر، كده أنا فهمتك. وبعمل شحنة، بعمل قوس وبفتح قوس وأقفله وأعمل شحنة سالبة. هي دي رسم لويس بالنسبة للرابطة الأيونية. ملحوظة، الرابطة الأيونية ما فيهاش أزواج إلكترونات ارتباط أو أزواج حرة. خلي بالك، لأن أزواج الارتباط هي عبارة عن أزواج مشاركة في التفاعل. طيب هي الرابطة الأيونية دي مشاركة إلكترونات ولا اكتساب وفقد إلكترونات؟ اكتساب وفقد إلكترونات. خلي بالك من الملحوظة دي عشان مهمة. طيب عندي ملحوظة كمان، إن كل ما زادت فرق في السالبية زادت قوة الرابطة الأيونية. مستر اديني مثال. هقول لك يا صديقي تعالى نقارن ما بين مركبين اللي هم مين يا مستر؟ لو انا جيت قارنت بين كلوريد الصوديوم وكلوريد المغنيسيوم، تعالى نشوف الاول فرق السالبية عشان اتاكد هم ايوني ولا لا. الكلور اهو، تعالى بص كده، بص هتلاقينا هنا ايه عامل لك السالبية بتاعت كل عنصر. الصوديوم ب9 والكلور ب3. خلاص يبقى 3 ناقص 9 ب2.1. طيب المغنيسيوم ب1.2. 3 ناقص 1.2 هيديني 1.8. اولا الاتنين اكبر من 1.7، فالاتنين مركبات ايونية. طب انا عايز اعرف مين فيهم اقوى رابطة ايونية. هقول لك يا صديقي الاعلى فرق في السالبية هو الاقوى في الرابطة الايونية. طيب يعني كده كلوريد الصوديوم أقوى رابطة أيونية من كلوريد المغنيسيوم. ملحوظة كمان، مش أنا قلت لك علشان أقدر أقول إن المركب ده أيوني لازم يكون فرق السالبية أكبر من 1.7؟ ملحوظة كمان إن لازم تكون الصفة الأيونية، ولا بس كده نجيب صفحة فاضية ولا لا مش لازم؟ نكتب فين؟ ماشي تعالى هنا. بسم الله. الصفة الأيونية، تعالى أنا عايز أكتب بس أي حتة. عموما الصفة الأيونية لازم أن تكون أكبر من 50%. لازم أن تكون الصفة الأيونية أكبر من 50%. طب إمتى تكون الصفة الأيونية أكبر من 50%؟ لما يكون فرق السالبية أعلى من 1.7. هي ولكن بصيغة مختلفة. تعالى بقى نكمل اللي احنا كنا بنقوله. طب يا مستر ايه هي خصائص المركبات الأيونية؟ أول خاصية معانا إن هي مواد صلبة يذوب معظمها في المذيبات القطبية كالماء. يعني أصلا طبيعة المركبات الأيونية دي إن هي
صلبة وبيدوبوا في المذيبات القطبية زي المية، وبتكون محاليل مائية. محلول مائي اللي هو حاجة دايبة في مية، ولا تذوب في المذيبات العضوية. أول ما أقول لك مذيبات عضوية تقول لي بنزين ورابع كلوريد الكربون، يبقى كده مثلا المركبات الأيونية صلبة تذوب في المية، لا تذوب في المذيبات العضوية. تاني حاجة توصل ولا توصل. إزاي؟ توصل التيار عندما تكون في صورة مسحور أو محلول. ماشي، في صورة مسحور أو محلول ليه؟ بسبب سهولة حركة الأيونات الحرة في المسحور. نفس الفكرة بسبب سهولة حركة الأيونات المائية في المحلول. ده توصل التيار الكهربي في صورة المسحور أو المحلول. تعالوا نخش بقى في العنصر الثاني. لا توصل التيار الكهربي عندما تكون في الصورة الصلبة. ليه؟ لأن بص، في الحالة الصلبة انت عارف يا صديقي ان المسافات البينية قليلة، فحركة الايونات داخل الشبكة البلورية صعبة جدا، قليلة. بسبب ايه؟ قوة تجاذب بين الايونات، لان هي عبارة عن ايونات موجبة وايونات سالبة، ففي تجاذب كبير جدا جدا جدا. بس كده، فهي توصل ولا توصل. حاجة تانية، ارتفاع درجة انصهارها وغليانها للتغلب على قوة التجاذب بين الكاتيونات والانيونات، لان الكاتيونات اللي هي الايونات الموجبة والايونات السالبة انت عارف ان هم في بينهم تجاذب كهربي. فانا عايز اتغلب على التجاذب ده، اسخن بدرجة حرارة عالية فترتفع درجة الانصهار وترتفع درجة الغليان، ومعظم تفاعلاتها هتتم بشكل لحظي لانها تتم بين ايونات. كده احنا خلصنا المركبات الأيونية. فاضل جزء بسيط اللي هي ازاي بنقيس ضغط الدم والقلب والحاجات دي كلها. يلا نكمل يا صديقي. ايه اللي انا هستفاده من دراسة المركبات الأيونية؟ قال لك تنشأ عن حركة أيونات البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم. خلي بالك، بوتاسيوم صوديوم كالسيوم ممكن يبقى بصيغه ثانيه ايونات موجب 1 وايونات موجب 2 عشان بتتكرر كتير. خليك بس كده عارف معايا. خلال اغشيه القلب تيارات ايونيه. ماشي، ما التيارات الايونيه دي ليها تردد وليها شحنه. فانا بقدر، انا بقول لك بس الاول كده وبعدين هقرا معاك. من خلال التردد ده اقدر اقيس التردد ده، فبعرف القلب سليم ولا لا. ماشي جميل. فبعرف ازاي؟ هروح جايب جهاز اسمه ECG اللي هو رسم القلب، اعرف من خلاله الترددات دي مظبوطه ولا مش مظبوطه. لو مش مظبوطه بشوف بقى ايه مشكله القلب بالظبط، لو مظبوطه انا كده اطمنت على القلب بالظبط. اقرا بقى. تنشأ عن حركة أيونات البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم خلال أغشية القلب تيارات أيونية. تتحول هذه التيارات الأيونية إلى تيارات إلكترونية قابلة للقياس اللي هي أقدر أقيسها. يتم تسجيل هذه التيارات باستخدام جهاز اسمه أقطاب تخطيط كهربية القلب، اسمه بمعنى أصح يعني ECG. ده اللي بقى موجود، ده اللي بيجي في الامتحان اللي هو رسم القلب. بعرف من خلاله التيارات دي مظبوطة ولا مش مظبوطة. لو مش مظبوطة بعرف ان في مشكلة في القلب. كده احنا خلصنا كل حاجة عن الرابطة الأيونية. تعال بقى نخش على أكبر حاجة معانا في الباب ده، وهي الرابطة التساهمية. أول حاجة خلينا نتكلم على الفرق السالبية. لما الفرق السالبية بيزيد عن 1.7 بيكون الرابطة دي رابطة أيونية. طيب لو قال بتكون، أيوة يا صديقي زي ما قلت، رابطة تساهمية. هي رابطة تنشأ بين عنصرين لا فلزيين متماثلين أو مختلفين. خلي بالك لا فلزيين دي هننتقدها شوية، بس يعني خليك هو تعريف الكتاب كده. لا فلزيين متماثلين أو مختلفين. فرق السالبية أقل من 1.7. صح، لأن لو أزيد يبقى الرابطة أيونية، بحيث تشارك كل ذرة بعدد من الإلكترونات بهدف الوصول لحالة الاستقرار. عندي 3 أنواع من الروابط التساهمية. روابط تساهمية نقية أو غير قطبية أو قطبية. بعرفهم منين؟ من خلال الفرق في السالبية. لو 0 يبقى نقية، لو من 0 ل4 يبقى غير قطبية، لو أكبر من 4 وأقل من 1.7 يبقى قطبية. طيب النقية تنشأ بين عنصرين لا فلزيين متماثلين، يعني هيدروجين وهيدروجين، أكسجين وأكسجين، نيتروجين ونيتروجين، وهكذا. ده فرق السالبية بتاع بينهم 0، لأن أنا هقول سالبية الهيدروجين ناقص سالبية الهيدروجين عنصرين متماثلين، فبالتالي
فرق السالبية هيكون صفر. طب الغير قطبية فرق السالبية أقل من صفر وأكبر من أو تساوي 4/10. زي مين؟ عندي CH4. CH4 يا صديقي اللي هو الميثان فرق السالبية بتاعه 4/10. أو فوسفوريد السيليكون اللي هو SiB4. دول مركبات غير قطبية. طب القطبية من 4/10 لحد 1.7 زي الماء والنشادر. عايز أقول لك المركبات القطبية دي تذوب في الماء، دي ملحوظة يعني خلي بالك منها. ملحوظة في المركبات القطبية الذرة الأعلى سالبية تظهر عليها شحنة سالبة جزئية، والأقل تظهر عليها شحنة موجبة جزئية. زي مثلا نديني مثال المية عبارة عن، أنا بس هسيبها لك، O برب ماسكة في 2H. مين الأعلى سالبية، الأكسجين ولا الهيدروجين؟ الأكسجين، فتظهر على الأكسجين شحنة سالبة جزئية والهيدروجين شحنة موجبة جزئية يا صديقي. بس كده ده اللي أنا عايزك تعرفه. طيب كده خلصنا المركبات التساهمية القطبية. طيب تكوين الجزيء الهيدروجين، خلينا كده بقى ايه اشرح لك الموضوع عامل ازاي بنكون جزيء هيدروجين او اكسجين او نيتروجين. هقول لك يحدث تجاذب كهربي بين الالكترونين وبروتونين ذرتين هيدروجين. مستر انا مش فاهم، بقول لك تعالى ارسمها لك. بص انا عندي مثلا اللهم ذكرني، ماشي هنرسم في الحته الفاضيه دي. عندي دي عباره عن ذره هيدروجين ودي السحابه الالكترونيه بتاعتها، وادي ذره هيدروجين وادي السحابه الالكترونيه. اللي بيحصل مش الالكترونات شحنتها سالبه والبروتونات شحنتها موجبه، السالب بينجذب للموجب والموجب بينجذب للسالب بس، فيحدث تجاذب بين الالكترونات والبروتونات علشان ده سالب وده موجب. طيب ايه اللي بيحصل لما بيحصل تجاذب؟ خلينا كده، ده بيقرب وده بيقرب، هيفضلوا لحد فترة معينة وهيثبتوا، مش هيقربوا اكتر من كده. طب امتى؟ لما تكون طاقة الوضع اقل ما يمكن. طاقة الوضع ايه؟ اقل ما يمكن، لان طاقة الوضع يا صديقي هي عكس الاستقرار. كل ما طاقة الوضع تقل كل ما الاستقرار زاد. بس كده يا صديقي، هو ده تكوين جزيء الهيدروجين. طيب امثلة المركبات القطبية عند المية وفلوريد الهيدروجين، عذرا الهالوجينات، هاليدات الهيدروجين. زي ايه بقى؟ هقول لك ركز معايا، HF ماشي، او HCl او HBr. هو انا قصدي هنا المفروض انا اكتب هنا HX بس عادي يعني مش مشكله، HBr او HI اللي هي هاليدات الهيدروجين. ماشي، وايه كمان يا مستر؟ عندي كلوريد الالومنيوم. في تعريف الرابطه التساهميه انت قلت لي بين عنصرين لا فلزيين، ازاي بقى والالومنيوم ده فلز؟ هقول لك انا مرجعي الاساسي والوحيد فرق السالبيه. فرق السالبيه في المركب ده صديقي بيساوي 1.5 اللي هو اقل من 1.7، فده مركب تساهمي قطبي. وكلوريد رابع كلوريد التيتانيوم. تعال نخش بقى على خصائص المركبات التساهميه. اولا يذوب معظمها في المذيبات العضويه. خدت بالك ان المركبات الايونيه كانت لا تذوب في المذيبات العضويه، بينما التساهميه تذوب في المذيبات العضويه. واول ما اقول لك مذيبات عضويه تقول لي بنزين ورابع كلوريد الكربون. قد تكون صلبه او سائله او غازيه، الايونيه كانت صلبه بس. انخفاض درجتي انصهارها وغليانها، الايونيه كانت مرتفعه. طب ليه منخفضه؟ هقول لك لضعف قوه التجاذب بين جزيئاتها. طيب لا توصل التيار الكهربي، التانية كانت بتوصل في صورة مسحور أو محلول. ليه؟ لأنها تكون في صورة غير متعينة إلا أن بعض محاللها توصل التيار الكهربي، اللي هي المركبات ال HX ال HCl مثلا أو ال HBr أو كده، دول محاللهم بيوصلوا تيار كهربي. انخفاض درجتي انصهارها وغليانها لضعف قوة التجاذب، ودي اتعادت. مطياف الكتلة، ازاي اقدر اجيب علاج للفيروس وازاي اقدر اتغلب عليه واعرف نقط ضعف. طيب اشرح لك الموضوع. انا بعمل ايه؟ اجيب بروتين معين واخليه يرتبط بالفيروس المستهدف. هروح اعمل ايه بقى؟
بعرف ازاي الخصائص بتاعت الفيروس ده؟ ركز معايا. اول حاجه بعملها اروح جايب جهاز اسمه مطياف الكتله، اروح قايس كتله البروتين قبل ما يرتبط بالفيروس، وبعدين قايس كتله البروتين بعد ما يرتبط بالفيروس، اطرحهم من بعض اجيب كتله الفيروس نفسه او كتله الجزء اللي مرتبط بالبروتين نفسه. طيب حلو، يعني انا كده عرفت كتلته. استفاد منه ايه؟ هقول لك استفاد منه حاجات كتير. من خلال معرفة كتلته يا صديقي يا صدوق، بعرف من خلالها المركب ده الفيروس ده ايه الخصائص بتاعته، ازاي اقدر اتغلب عليه، ازاي اقدر اقتله من خلال الحتة دي. وبنفس الفكرة ان انا اقدر اجيب علاج للفيروس. طيب يا مستر، هما بيعرفوا منين الاثار الجانبية؟ هقول لك بيعملوا نفس الكلام، بيجيبوا كتلة الدواء ده وبعدين يشوفوا كتلته بعد ما يرتبط بجسمك. بعد ما يرتبط بجسمك من خلاله نعرف من خلالها هو يستهدف انهي منطقة بالظبط من جسمك. تعالوا بقى نقرأ ونشوف اللي اتقال بشكل منظم اكتر. يستخدم مطياف الكتلة في تقدير الكتلة الجزيئية للدواء التساهمي قبل ارتباطه ببروتين الفيروس، وبهذا يتمكن من تحديد الجزء النشط من الدواء والقدرة التي يرتبط بها في بروتين الفيروس. لما اقيسه قبل وبعد واطرح اعرف باستخلالها كتلة الفيروس ده وايه خصائص بتاعته. ويستخدم في احتمالية ارتباط الدواء التساهمي مع بروتينات أخرى غير مستخدمة. بستفاد من كده إيه؟ إن أنا أقلل الأضرار الجانبية. بس حاجة أخيرة معاك وأكون أنا خلصت أول درس معايا. آخر حاجة بتقولي إن أنا عندي بعض المركبات هي الرابطة بين الرابطة بين الذرات هي رابطة تساهمية قطبية، ولكن الجزيء كله على بعضه رابطة غير قطبية زي CO2 ده الروابط قطبية ولكن الجزيء غير قطبي. ليه يا مستر؟ أصل شكله الفراغي خطي متماثل. دي مثال بقى، أنا مش فاهمك يعني ايه خط متماثل. هقول لك يا صديقي، أدي الكربون بيعمل رابطة ثنائية مع أكسجين ورابطة ثنائية مع أكسجين. معنى كده الشكل ده شكل اسمه خطي. طب ليه متماثل؟ القوة اللي بتشده يمين هي القوة اللي بتشده شمال، نفس بعض، متساويين في المقدار ومتضادين في الاتجاه، فيلاشي كلا منهما الآخر فما يحصلش أصلا أي تأثير. ده السبب اللي مخلي فكرة إن المركب ده غير قطبي. زي نفس الفكرة في BF3، شكله مثلث مستوي فالروابط قطبية ولكن الجزيء كله غير قطبي، علشان برضو محصلة عزم الازدواج تساوي 0. كده يا صديقي احنا خلصنا أول درس معانا. تعال نخش على الدرس الثاني. تعال نخش بقى على النظريات لتفسير الروابط التساهمية، اللي هو عايزين نعرف الروابط التساهمية دي تتعمل ازاي. أول نظرية معانا يا صديقي هي النظرية الإلكترونية للتكافؤ أو بين قوسين نظرية الثمانيات. النظرية دي بتقول لك ايه؟ باستثناء ما عدا الهيدروجين والليثيوم والبريليوم تميل جميع ذرات العناصر للوصول إلى التركيب الثماني. أسسهما العالمان، اللي هي النظرية دي أسسها العالمان كوسل ولويس. يعني كوسل ولويس قال لك إيه؟ بص يا مستر، ما عدا الهيدروجين والليثيوم والبريليوم تميل جميع ذرات العناصر للتركيب الثماني. طب اديني مثال. أول مثال مثلا عندك النشادر. طيب نشادر لسه قايل لك الرابطة دي كونت ازاي. شوف كده حوالين النيتروجين كام إلكترون؟ ادي بص، ادي 2 وادي 4، لان الرابطه دي بتبقى مشتركه ما بين النيتروجين والهيدروجين. 4 6 8 اهي مالت للتركيب الثماني يا مستر. طيب الهيدروجين مش في التركيب الثماني ده، الهيدروجين لو تلاحظ حوالينه الكترونين بس. قلت لك ارجع لنص النظريه، قال لك باستثناء ايه؟ الهيدروجين والليثيوم والبريليوم، يعني كده النظريه صح. طيب الميه حوالينها 6 إلكترونات، ادي 2 4 5 6، وادي الهيدروجين دي إلكترون وادي إلكترون، والرابطة بتبقى بالمنظر ده. تعالى كده نشوف الأكسجين حوالينه كام إلكترون. ادي 2 4 6 8، يعني حوالينه 8 إلكترونات، والهيدروجين مش في الحسبة لأن هو من ضمن الاستثناءات. طيب تعالى نشوف مثال آخر، الفلور F2. طيب الفلور هو عبارة عن F
حوالينه لأن هو في المجموعة 7A فحوالينه 7 إلكترونات 1 2 3 4 5 6 7. هذه الفلور كمان 1 2 3 4 5 6 7. وادي الرابطة اهي. تعال نشوف الفلور ده والفلور ده حوالينهم كام إلكترون. ادي 2 4 6 8 كده. أول واحدة مالت للتركيب الثماني. تعال نشوف التانية. ادي 2 عشان قلت لك الرابطة مشتركة ما بين الفلور والفلور. 4 6 8 كده. كوسل ولويس قالوا لك احنا كده نظريتنا صح، ان تميل جميع ذرات العناصر للوصول الى التركيب الثماني. قلت لك اصبر بقى، ده اصلا عندك شوية عيوب. ايه هي العيوب؟ فشلت في العديد من الجزيئات. ولما جيت قلت له كذا جزيء قال لي ما يعرفش جت ازاي، زي SO3 وSO2 وBF3 وSF6 وBF5 وBCl5 وClO2 وNO. كنا بنقولهم ازاي؟ SO3 وSO2 وBF3 SF6 BF5 بكل 5 كله 2 ونو. مش يعني ايه بقى ايه ليه ما ملوش وصول للتركيب الثماني؟ اقول لك تعال نمسك اول عنصر مثلا وهو SF6. اس الكبريت في المجموعة 6A فحوالينه 6 إلكترونات 1 2 3 4 5 6. وادي الفلور 1 2 3 4 5 6 7. وادي الفلور 1 2 3 4 5 6 7. وادي الفلور كده لحد كده اسمه كام؟ 3 ماشي. 1 2 3 4 5 6 7. وادي الفلور 1 2 3 4 5 6 7. يتبقى معانا 2 فلور كمان ماشي. فلور 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 كده خلصت. طبعا نعمل الروابط. ادي رابطة وادي رابطة وادي رابطة وادي رابطة اهي. هي دي بس عشان مش مكملة بس. وهكذا وهكذا. تعال كده نشوف كده الكبريت حوالين كام الكترون. ادي 2 4 6 8 10 12 دول كده حوالينهم 12 الكترون. مش انت يا كوسل ولويس قايل لي لازم يكونوا 8؟ فكده انت فشلت في الحتة دي. نفس الفكرة مع الباقيين. طيب هو فشل في دول. طيب ايه كمان عيوب تاني ولا دول العيوب بس؟ اقول لك انا عندي عيبين كمان يا صديقي. العيب اللي بعده بيقول لا تنطبق على الجزيئات التي يكون مجموع الكترونات غلاف التكافؤ بتاعها فردي. مستر انا مش فاهم. اقول لك تعالى كده نشوف اللي هو NO ده. NO تعالى نشوف كده الكترونات غلاف التكافؤ كام. النيتروجين في المجموعة 5E فالكترونات غلاف التكافؤ بتاعها 5. والاكسجين في المجموعة 6A فعندها 6 الكترونات. اجمعهم 5 زائد 6 بيساوي 11. مجموع الكترونات غلاف التكافؤ بتاعه فردي. فبالتالي يا صديقي لا تنطبق عليه قاعدة الثمانيات. ماشي يا مستر. تالت حاجة اعتبرت ان الرابطة التساهمية مجرد زوج الكترونات. طب ما هي دي الحقيقة. اقول لك لا، هي مش مجرد زوج الكترونات بس، هي زوج الكترونات صح بس في حاجات تانية ناقصة. اصل لو احنا اعتمدنا على التفسير ده بس هقول لك ليه CO2 شكله فراغي خطي، ليه BF3 شكله فراغي مثلث مستوي، ليه الزاوية 120 والزاوية 180. انت كده ما اديتنيش تفسير كافي للاشكال الفراغية والزوايا بين الروابط. هي دي مشاكل النظرية. طيب بما ان النظرية دي خدنا فيها شوية مشاكل، تعالى بقى نحلها في النظرية اللي بعدها. النظرية اللي بعدها اسمها نظرية رابطة التكافؤ أو التهجين. تعالى بقى نخش على النظرية التانية وهي نظرية رابطة التكافؤ أو التهجين. ايه هي نظرية رابطة التكافؤ دي؟ بص انا هشرح لك التعريف، ممكن ما تفهموش قوي وبعدين هديلك مثال هتفهمه كويس جدا.
تعريف يقول لك تنشأ الرابطة التساهمية عند تداخل أوربيتالين ذريين. يعني أوربيتال بيتداخل أو يندمج مع أوربيتال تاني بشرط، لازم الشرط ده أن يحتوي كل منهم على إلكترون مفرد. يعني لازم الأوربيتال اللي هيندمج يكون عنده إلكترون مفرد، يعني لازم الأوربيتال ده يكون أوربيتال نصفه ممتلئ، سواء كان الأوربيتال ده نقي أو مهجن. هو إيه المهجن ده؟ لا هنقول لك بقى دلوقتي، ده موضوعنا في المرة دي. تعال بقى نشوف مثلا الكلور Cl2. تعال كده نوزع الكلور. الكلور هو عبارة عن أرجون، ثواني كده، هو كلور 17 عذرا، كلور 17 هو عبارة عن نيون 10 3s2 3b5. طيب لحد هنا الجزء ده هي أوربيتالات ممتلئة، فأنا اللي يهمني إيه؟ يهمني الأوربيتالات النصف ممتلئة أو الأوربيتالات اللي عندها إلكترون مفرد. فأنا يهمني عندي الأوربيتالات اللي في 3b. خلاص امسح أي حاجة غير 3b. هو 3b كام؟ 3b5. ماشي، أنا عندي كام أوربيتال في البي؟ 3، bx by bz. ماشي يا مستر. عنده كام الكترون؟ 5 بقاعدة هوند. بوزع الاول فرادى وبعدين امتلئ. ادي عندي 1 2 3 4 5. انا يهمني الاوربيتال ده يكون اوربيتال ايه؟ ممتلئ ولا نصف ممتلئ؟ نصف ممتلئ. فاذا كده يا صديقي مين الاوربيتال اللي هنا نصف ممتلئ؟ البي زد. هو ده الاوربيتال اللي هيندمج وهيخش في التفاعل الكيميائي في اول ذره كلور. طب ما هي ذره كلور وذره كلور يعني، طب ما ذره الكلور الثانيه فيها نفس الفكره، فالبي زد اللي عندها هو اللي بيخش في التفاعل الكيميائي. طب ما تيجي نرسم كده عشان الموضوع يبقى واضح بشكل اوضح. تعال نشوف. ارسم لي كده اوربيتالات بي. ماشي، ادي بالمنظر ده، ادي البي اكس، ادي اهو البي اكس، وادي يا صديقي البي واي هذا، وادي اللي يهمني بقى واللي هيخش في التفاعل الكيميائي البي زد. البي زد لان الاوربيتالات بتاعت البي شكلها كمثري. ماشي كده، البي زد بس هو اللي هيخش في التفاعل الكيميائي. خلاص امسح بقى الباقيين وارسم لي البي زد بس عشان اعرف ازاي البي زد ده بيخش في التفاعل الكيميائي. ادي البي زد من كلوراية عندها الكترون مفرد. ماشي، وادي البي زد من كلور تانية عندها الكترون مفرد. ده بينجذب من ده، يفضل بينهم تداخل، يحصل بينهم حاجة اسمها تداخل أو اندماج. ده بقى اللي بيكون يا صديقي الرابطة التساهمية. يعني فهمتها؟ لازم يكون الاوربيتال نصفه ممتلئ وبيتداخلوا او يندمجوا مع بعض. التداخل ده بيعمل لي الرابطة التساهمية، وده تفسير الكلور. طب ما تيجي بقى نشوف ال HCl. مستر الكلور اللي بيخش في التفاعل بتاعه البي زد. خلاص ارسم البي زد. طب الهيدروجين بقى يا صديقي، هقول لك الهيدروجين ده عباره عن الكترون واحد اللي هو 1s1. طب ال1s يا مستر هو بيبقى على شكل ايه؟ كروي متماثل. ارسم كره متماثله وادي الالكترون. هيحصل تداخل او اندماج، والتداخل او الاندماج ده بيعمل الرابطه التساهميه. بس كده يا صديقي، هي دي الفكرة، هي دي اللعبة، هي دي يعني ايه التداخل وشروط التداخل. طيب مستر انا فهمت، يعني انا كده يا مستر اي عنصر عشان يخش في التفاعل الكيميائي لازم ولا بد وحتما ان العنصر ده يكون عنده اوربيتال نصف ممتلئ. مش جميل؟ على الاقل خالص، اصل كل اوربيتال نصف ممتلئ يخش في التفاعل يعمل ربط، لو عنده اوربيتالين داخلين في التفاعل يعمل ربطتين، وهكذا وهكذا. طيب في التفسير البسيط ده واجهتني كام مشكلة؟ واجهتني مشكلتين، 4 مشكلة. ان انا ما عرفتش افسر تكوين المية والميثان والايثين والايثين. لما جيت ادرسهم لقيت ان هما ما بينطبقش عليهم الموضوع ده. ليه يا مستر؟ هقول لك هتعرف بعدين، بس اصبر بس. يعني كده يا مستر في المفهوم البسيط ده ما عرفتش، انما هعرف امتى؟ لما الموضوع يتعمق شويه. هي النظريه ما فشلتش، بس هنتعمق اكتر. هنجيب مفهوم جديد اسمه الاثاره والتهجين. يعني ايه اثاره ويعني ايه تهجين؟ هقول لك سيبك من الاثاره دلوقتي، تعالى بقى نمسك التهجين ونشرحه حته حته.
يعني ايه تهجين يا صديقي؟ ايه هو التهجين ده يا مستر؟ قبل ما اقول لك ايه هو التهجين، تعال نفتكر هو الرابطه التساهميه كانت بتتم ازاي من خلال نظريه رابطه التكافؤ. كانت بتقول تداخل اوربيتالين بين ذرتين مختلفين، يعني ذره كلور وذره كلور. التهجين هو تداخل اوربيتالين بس من نفس الذره، يعني لو نفس الذرة يبقى تهجين، أكتر من ذرتين مختلفتين يبقى رابطة تساهمية. تعال نقرأ بقى تعريفه بإذن الله هتفهم، ولو ما فهمش حاجة كده أصلا الكلام دلوقتي هيبقى على الجزء بتاع التهجين. التهجين هو عبارة عن تداخل أو اندماج أوربيتالين أو أكثر في نفس الذرة. الرابطة التساهمية كانت ذرات مختلفة وينتج عنه أوربيتالات جديدة وتكون مكافأة في الشكل والطول والطاقة. الشكل والطول والطاقة. ماشي. مستر انا مش فاهم. اقول لك اصبر بس، خلينا بس كده نشوف الخصائص وهتفهم كل حاجه باذن الله دلوقتي. الخصائص لازم تكون التهجين ده يحصل ما بين اوربيتالات نفس الذره وحذرتك منها، وثانيه يحدث بين اوربيتالات متقاربه في الطاقه. مستر مش فاهم الحته دي. هقول لك مثال، يعني انا اقدر اقول مثلا 3s تتهجن مع 3b، او ال4s تتهجن مع ال3d. يعني كده كقاعدة عامة ns مع nb او ns مع n ناقص 1d. طيب سؤال بقى، سؤال، خلينا بس كده امسح دول واقول لك سؤال. لو انا قلت 4s مع 3b ينفع؟ لا. 3s مع 4b ينفع؟ لا. 3s مع 3d ينفع؟ لا، لان هي تبقى لازم تكون ns و n minus 1d، يعني 4s مع 3d. مش كده دول غلط. اتمنى تكون فهمت يا صديقي. اخر حاجه معانا تقول لك ان عدد الاوربيتالات المهجنه يساوي عدد الاوربيتالات قبل التهجين. مستر مش فاهم. هقول لك، يعني لو هجنت اوربيتال واحد من اس زائد 2 من البي زائد 3 من الدي، يبقى كده كم اوربيتال دخل في التهجين؟ ادي 1 و2 3 3 و3 6، يبقى عدد الاوربيتالات اللي داخله قبل التهجين 6. يبقى كده عدد الاوربيتالات المهجنه كام؟ 6 برضو. لازم أن يكون اللي داخل قد اللي خارج، لو اللي داخل 4 يبقى اللي خارج 4 برضو يا صديقي. ركز في الحته دي. طيب مستر انا مش فاهم قوي، اقول لك بقى ركز معايا. بص يا صديقي، لو انا جيت هجنت اس مع اوربيتال من الاس مع اوربيتال من البي اكس، بنعمل ايه؟ بص احنا بنجمع الاسمين بس مش اكتر. هو 1 اس مع 1 بي صح؟ يبقى اس بي واس بي. طيب ليه 2؟ عدد الاوربيتالات قبل التهجين يساوي بعد التهجين. انا عندي كام اوربيتال قبل؟ ادي 1 2. عندي كام اوربيتال بعد؟ 1 2. طيب اس مع بي اكس وبي واي، اول حاجه انا عندي كام اوربيتال من الاس؟ 1. عندي كام اوربيتال من البي؟ 2، يبقى اس بي 2. طيب مستر انا عارف ان الاوربيتالات كده هتبقى من نوع اس بي 2، طب عددهم كام؟ شوف عددهم قبل التهجين، ادي 1 2 3، يبقى انا كده اول واحده زائد اس بي 2 كده 2 زائد اس بي 2. طب يا مستر اديني مثال تاني اقول لك ركز معايا. لو قلت اس مع بي اكس مع بي واي مع بي زد، عملت لهم تهجين. ماشي. عندي كام اوربيتال من اس؟ 1، يبقى اكتب اس. عندي كام اوربيتال من البي؟ 3، يبقى اكتب بي 3. طيب عددهم كام؟ شوف عددهم قبل التهجين، ادي 1 2 3 4، يبقى كده عندي 4 اوربيتالات. ادي 1 اهو قلناه، بعد كده اس بي 3، كده 2 اس بي 3 3 اس بي 3 4. طيب لو قلت اس مع بي اكس مع بي واي مع دي مثلا، ودي مش عليك في المنهج بس انا بوريك. ماشي. اول حاجه عندي كام اوربيتال من الاس؟ 1. عندي كام اوربيتال من البي؟ 2. عندي كام اوربيتال من الدي؟ 1. يبقى كده بقت اس بي 2 دي. طب عددهم قبل التهجين كام؟ 4، يبقى بعد التهجين 4 اس بي 2 دي زائد وهكذا وهكذا وهكذا. بس كده يا صديقي، ده اللي انا كنت عايز اقوله لك بخصوص كيفيه التهجين وانواعهم وكده. طيب سؤال، عايز اعمل مقارنه ما بين الاوربيتال النقي والاوربيتال المهجن. طيب مثلا الاوربيتال النقي ده بيبقى مثلا من نوع اس ومن النوع بي ومن النوع دي ومن النوع اف. طب وكمان عرفنا ان اشكالهم الفراغيه اس
كان كروي متماثل، B كان كمثري، بينما الدي والإف كانت أشكال معقدة يصعب دراستهم. ماشي، ده الأوربيتال النقي. طب يا مستر الأوربيتال المهجن أو SB أو SB2 أو SB3 ده كمان ايه بقى الخصائص بتاعته؟ يعني يفرق ايه عن الاوربيتال النقي؟ هقول لك ان الاوربيتال المهجن بيبقى اكثر بروزا للخارج، يعني بيبقى بالمنظر ده. بص اهو، بص اهو، اكثر بروزا للخارج، تحس ان هو طالع لبره كده. السبب ايه بقى؟ هقول لك هيسبب ايه، بس قبل ما اقول لك تعال نفهمها. هو مش المناطق دي هي مناطق الكثافه الالكترونيه؟ طب ما مناطق الكثافه الالكترونيه بتبقى زايده فين؟ في المكان الاكثر بروزا، يعني هي بتبقى زايده قوي في الخارج. طب بما ان الالكترونات زايده قوي في الخارج، دي بتجعل ان الاوربيتالات دي نشطه اكتر، تخلي الالكترونات تخش في تفاعل كيميائي بشكل اسرع، لان هي اصلا فعلا بره، هي بالفعل تكاد تكون بره خالص، فهو بتبقى بارز للخارج اكتر، مما يجعله الى انه اسهل في التداخل والارتباط. ماشي يا مستر. طيب عايز اخش على جزئيتين، الرابطه سيجما والرابطه باي. هي دي الرابطه، يعني مش مكتوبه غلط، هي دي الرابطه. ايه الرابطه سيجما دي؟ هقول لك يا صديقي، الرابطه سيجما رمزها كده، تنشا عند تداخل اوربيتالين لذرتين نقيين. خلي بالك لازم يكونوا من نفس النوع ولا لا؟ نفس النوع، نقيين او مهجنين، او واحد نقي والاخر مهجن. مستر مش فاهم. هقول لك مثلا اس مع اس بي، يعني ده كده نقي مع مهجن، ينفع. طب لو قلت لك مثلا اس مع اس، نقي مع نقي، ينفع. طب لو قلت لك بي اس بي مع اس بي 2، مهجن مع مهجن، ينفع. يبقى كده تداخل اوربيتالين نقيين او مهجنين، او واحد نقي والاخر مهجن، دي الرابطه سيجما. طب عايز اعرف يعني الرابطه سيجما يا صديقي؟ اقول لك ركز معايا وخليك مصحصح كده. طب ايه هي الخصائص بتاعتها بقى يا صديقي؟ اول خاصيه عندك ان التداخل بيكون راس لراس. يعني ايه راس لراس؟ هقول لك ركز معايا. بص ادي مثلا الفئه بي، مثلا لو بي مع بي، فالتداخل يا صديقي بيكون راس لراس، يعني دي كده المنطقه دي بنسميها راس، فالتداخل بيكون كده من هنا ومن هنا، فالتداخل بيكون راس لراس. ده بالنسبه لبي. طب مع اس، هقول لك اديك مثال، ادي الفئه، ادي البي مثلا والاس، اس كروي متماثل، فدايما بيكون راس. اصل ارجع كده للبي، ده الراس، ده الراس، ده الجنب، الحته دي الجنب، فهنا دي الراس، كروي متماثل كله بالنسبه لي هو عباره عن راس، فالتداخل بيكون راس لراس. طب يعني لو كروي مع كروي، راس لراس دايما، دي سيجما. طيب جنب الجنب امتى؟ هقول لك لما يجي يخش في الرابطه باي. الرابطه بما انها تداخل راس لراس، فبتكون قويه وقصيره وصعبه الكسر، قويه وقصيره وصعبه الكسر، وبتخلي المركب خامل يا صديقي. جميل جميل، ماشي. طيب دي خصائص الرابطه سيجما. تعال نخش على باي. تنشأ عند تداخل اوربيتالين ذريين نقيين بس، يعني بي اكس مع بي اكس او بي زد مع بي زد بس. ما ينفعش اقول لك اس بي مع اي حاجه، غلط، لازم بي مع بي، وهكذا وهكذا، لازم الاوربيتال يكون نقي. طب الخصائص، التداخل بيكون بالجنب. فهمني بقى جنب الجنب امتى؟ بص ادي البي وادي قلبي، مش انا قايل لك ان الحته دي اسمها جنب؟ فالتداخل بيكون بالطريقه دي، جنب الجنب، دي كده بتعمل رابطه باي، ده الرمز بتاعها، يبقى دي سيجما ودي باي، فالتداخل ده بيكون جنب الجنب. بما انه جنب الجنب، حاجه بسيطه تكاد تكون تداخله، فالرابطه بتكون ضعيفه وطويله وسهله الكسر. حاجه كمان بقى، هناك قلنا تجعل المركب خامل أو غير نشط، هنا عكسها، تجعل المركب نشط، وكل ما زادت عدد الروابط باي كل ما زاد نشاط المركب. تعالى بقى أقول لك الرابطة الأحادية، نعرف منين إن التداخل ده
في رابطه سيجما ورابطه باي. يعني انا لما هيجي لي في السؤال هعرف منين ان انا عندي سيجما وباي؟ اقول لك بص، اي رابطه احاديه زي مثلا HCl. الرابطه الاحاديه يا صديقي، اقول لك خلينا نجيبها رابطه سهميه نقيه دايما. الرابطه الاحاديه زي الاتش والاتش مثلا، بينهم رابطه احاديه. الرابطه الاحاديه دايما بتكون من النوع سيجما. طب الرابطه الثنائيه زي مثلا اكسجين O بتكون دايما واحده سيجما وواحده باي. طب الرابطه الثلاثيه زي النيتروجين N معاها N برابطه ثلاثيه بتبقى واحده سيجما واتنين باي. يبقى الرابطه الاحاديه، خلينا بس كده نرجع، الرابطة الأحادية واحدة سيجما بس، الثنائية واحدة سيجما واتنين واحدة باي، الثلاثية واحدة سيجما واتنين باي. تعرفهم منين؟ أقول لك على حاجة، حط الأولى سيجما وخلي الباقي باي. يعني في الرابطة الأحادية هي واحدة بس، حطها سيجما. طب الثنائية حط الأولى سيجما وحط الباقي باي اللي هي واحدة وواحدة. طب الثلاثية حط الأولى سيجما وحط الباقي باي، يعني واحدة سيجما واتنين باي. طيب في قانون عايز اشرحه لك، فعايزين نجيب سبورة فاضية. القانون بيقول لي ان عدد الاوربيتالات المهجنة بيساوي عدد الروابط سيجما زائد عدد الازواج الحرة. من خلال القانون ده بعرف عدد الاوربيتالات المهجنة، ومن خلال معرفة عددهم بعرف نوع التهجين. يعني مثلا اديك مثال، لو انا عندي اوربيتالين مهجنين يبقى التهجين من النوع SB. لو عندي 3 يبقى SB2. لو عندي 4 يبقى SB3. بشوف عدد الروابط سيجما واجمعها على عدد الازواج الحرة. طيب هو ممكن ما يبقاش جاي في السؤال عدد الاوربيتالات المهجنة، بيجي بصيغة تانية هو نفس المعنى، وهو يا صديقي عدد مناطق الكثافة الإلكترونية. هو عدد الاوربيتالات المهجنة. يعني سواء قلت لك مناطق الكثافة الإلكترونية أو الاوربيتالات المهجنة، هو نفس القانون، عدد الروابط سيجما زائد عدد الأزواج الحرة. ماشي يا صديقي، يلا نكمل بقى ونشوف مثالين يفهموني القانون ده. عندي مثلا النشادر NH3 دي كده نكتبه بطريقة لويس. ادي النيتروجين وده في المجموعة ال 5A، فيبقى 1 2 3 4 5. وادي الهيدروجين وادي الهيدروجين وهيعملوا مع بعض الرابطة بكل سهولة وسهولة. تعال نشوف كده عدد الروابط سيجما. هي الروابط الأحادية فيها كم واحدة سيجما وكم واحدة باي؟ فيها واحدة سيجما وما فيهاش باي. ادي سيجما. طب هل عندي أزواج إلكترونات حرة؟ عندي زوج واحد حر. يبقى أنا عندي 3 سيجما زائد 1 حر. يبقى كده عندي كم اوربيتال مهجن؟ 4. طالما عندي 4 اوربيتالات مهجنة يبقى التهجين من النوع sp3. بس كده يا صديقي. تعال نشوف المثال اللي بعده، نفس الكيفية ونفس الطريقة، مش هغير حاجة. ال H2S هنحط الكبريت في النص، والكبريت من المجموعة 6A في حوالينه 6 إلكترونات، ونحط الهيدروجين ونعمل الرابطة بكل سهولة ويسر. رابطتين أحاديتين، يبقى دي سيجما ودي سيجما. حلو جميل. يعني كده عندي 2 سيجما. طب أنا عندي كم حر؟ أدي 1 حر و2 حر، يبقى أنا عندي كده 2 حر. 2 سيجما و2 حر يبقى عندي 4 أوربيتالات مهجنة. طب طالما 4 يبقى التهجين من النوع sp3. تعالى بقى نعرف ازاي جزيء الميثان ده اتكون. اول حاجه الميثان ده هو عباره عن CH4. تعالى بقى نفرد المركب ونفهمه بقى. اول حاجه هو عباره عن كربون مرتبط ب 4H. طيب انا كده واجهت لي مشكلتين. ايه هم بقى يا مستر المشكلتين دول؟ اقول لك ركز معايا يا صديقي الصدوق. اول حاجه وزال الكربون كده العادي، كربون 6، الكربون عدد الذري 6، 1s2 2s2 2b2. يعني كده يا مستر ده معلش تعالى كده نظبطها بس. تعالى نرسم البي، هو عنده 2b2 صح؟ تعالى نرسم كده البي. ادي البي اكس بي واي بي زد، تحتيهم طبعا بيكون موجود
الاس اللي هي 2s وادي الالكترون اهو، وادي الكترون وادي الكترون. انا واجهتني مشكله ايه؟ ان ذره الكربون دي عندها 4 روابط، وهو اصلا معلوش غير اوربيتالين نصف ممتلئين. منين يا مستر؟ مش نظريه رابطه التكافؤ بتقول لي لازما علشان الكربون يعمل روابط لازما يكون عنده اوربيتالات نصف ممتلئه؟ طب هو عنده اوربيتالين بس، يعني المفروض يعمل رابطتين بس. ازاي بقى يا مستر عامل 4 روابط؟ هقول لك حصل حاجه اسمها اثاره. اسمها ايه؟ اثاره. يعني ايه اثاره؟ هو انتقال الالكترون من اوربيتال الى اوربيتال اعلى في وقت معين. ايه اللي حصل بقى؟ حصلت اثاره من ال2s، الكترون من ال2s هيروح للبي-زد. ادي البي-زد. فكده اصبح عندي ان هو عنده 4 اوربيتالات نصف ممتلئه، يعني 4 الكترونات مفردين، فبالتالي هو عمل 4 روابط عادي. طب تاني مشكله بقى واجهتني، ان ال4 روابط دي متساويه في الشكل والطول والطاقه. ازاي بقى؟ من المفروض ان الاوربيتال اللي في ال2s ده طاقته وشكله مختلفين عن الاوربيتالات اللي في البي. هقول لك حصل حاجة اسمها تهجين. اسمها ايه؟ تهجين. ههجن اوربيتال من الاس مع 3 من البي اللي هي بي اكس وبي واي وبي زد، فبيدوني تهجين من النوع اس بي 3. طب طبعا اس بي 3 بيكونوا متشابهين في الشكل والطول والطاقة. ده كده تفسير الميثان. بنفس الكيفية الإيثين أو الأسيتيلين ده رمزه C2H4، هو عبارة عن كربون ماسكة في كربون برابطة ثنائية، وادي ال H وادي ال H وادي ال H وادي ال H. أول حاجة الكربون عامل 4 روابط. إزاي يا مستر وإن الكربون عنده اوربيتالين نصف ممتلئين؟ حصل إثارة من ال2s إلى ال2b، فأصبح عندي المنظر ده. ادي البي اكس والبي واي والبي زد وادي الاس. ادي الكترون 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 الكترون. ده كده حالته بعد الإثارة. طب يا مستر الحاجات عايز اعرف بقى نوع التهجين. اقول لك ارجع بقى للقاعده بتاعتنا. التهجين بعرف نوع التهجين ازاي؟ اول حاجه بجيب عدد الاوربيتالات المهجنه من خلال قانون بيقول لي عدد الروابط سيجما زائد عدد الازواج الحره. طب انا عندي كام سيجما؟ ادي واحده سيجما 2. انا عندي رابطه ثنائيه يبقى واحده سيجما وواحده باي. سيجما. المركب ده كله على بعضه عندي 5 سيجما، ولكن الكربونية دي عاملة كام رابطة سيجما؟ 1 2 3. والكربونية التانية عاملة كام رابطة سيجما؟ 1 2 3. طالما هما 3 روابط سيجما، أول حاجة أنا كده عندي 3 سيجما، زائد عندي كام أزواج حرة؟ عندي 0 أزواج حرة. يعني كده أنا عندي 3 أوربيتالات مهجنين. طالما 3 يبقى التهجين من النوع sp2. نفس الكيفية في الإيثاين أو الأسيتيلين، ده رمزه C2H2. C ماسكة في C برابطة ثلاثية، وادي ال H وادي ال H. حصلت لي إثارة من ال S إلى ال B. ماشي. طيب عايزين نعرف نوع التهجين. ادي سيجما وادي سيجما وادي سيجما وادي باي وباي، عشان دي رابطة ثلاثية، والرابطة الثلاثية 1 سيجما و2 باي. ماشي يا مستر. عايز اعرف نوع التهجين. اول حاجه اجيب عدد الاوربيتالات المهجنه. عندي كام رابطه سيجما؟ ادي عندي 1 وعندي 2 بالنسبه للكربونايه دي، فانا كده عندي 2 سيجما. طب عايز كده الكربونايه دي ادي سيجما وادي سيجما، كده 2 سيجما برضو. عندي كام زوج حر؟ 0. يبقى انا كده عندي كام اوربيتال مهجن؟ 2. يبقى كده التهجين من النوع sp بس. ماشي. يبقى كده الروابط سيجما دي اس بي مع اس بي او اس بي مع اس. طبعا الرابطه باي الاوربيتالات اللي ما تهجنتش. طب تعالى اقول لك بقى شويه قواعد عامه كده. لو الكربون كل الروابط احاديه يبقى التهجين من النوع sp3 زي الميثان CH4. طب لو الكربون عامل رابطه
ثنائية يعني واحدة ثنائية، يبقى التهجين من النوع sp2 زي الإيثين sc2h2 H4 عذرا. طب لو عنده رابطتين ثنائيتين يبقى عنده 2 ثنائية، يبقى التهجين من النوع sp بس زي ثاني أكسيد الكربون، عبارة عن سي ماسكة في O برابطة ثنائية وماسكة في O برابطة ثنائية، عنده رابطتين ثنائيتين. طب لو عنده واحدة ثلاثية يبقى التهجين من النوع sp بس. الكلام ده كله على مين؟ الكربون فقط يا صديقي. الكربون لو كل رابط وحدة يبقى التهجين من النوع sp3، لو رابطة ثنائية sp2، لو رابطتين ثنائيتين sp بس، لو رابطة ثلاثية يبقى sp بس. تعالى بقى يا صديقي نخش على نظرية رابطة التكافؤ أو فيسيبر. نص النظرية بيقول تتوزع أزواج الإلكترونات الحرة والمرتبطة بداخل الجزيء بحيث أن تكون قوة التنافر أقل ما يمكن. يعني لازما عشان أوزع الإلكترونات أو الحرة أو المرتبطة لازم يكون التنافر أقل ما يمكن. ماشي، وهذا يحدث عندما تكون الزاوية أكبر ما يمكن. مستر أنا مش فاهم، هقول لك ده موضوع أصلا الدرس اللي احنا هنتكلم فيه ده كله بنتكلم على النص ده وبنشرحه. بس قبل ما نتكلم عليه عايز اقول لك ان فيسيبر عبر عن كل مركب بصيغه عامه، قال لك ان كل المركبات الموجوده ليها صيغه عامه اللي هي AXNEM. طب ايه هي الاي دي يا صديقي؟ هي الذره المركزيه. طب الاكس الذرات الطرفية. ده جميل جدا. طب الN عدد الذرات الطرفية. والإي الأزواج الحرة. والإم هي عدد الأزواج الحرة. طب أنا هستفيد بإيه من كل الكلام ده؟ هقول لك هنستفيد جدا. ركز معايا في اللي أنا هقوله دلوقتي يا صديقي. تعالى مثلا مركب زي BeH2، عايزين نعرف يا صديقي عايزين نعرف الاختصار واشكال الزوايا والحاجات دي كلها. اقول لك ركز معايا. BeH2 تعالى نرسم ادي الBe وحوالينه الكترونين اللي هو نقطتين علشان هو في المجموعه 2A، وادي هنا الH وادي هنا الH، فنعمل هنا ونعمل كده. ماشي، هسألك بقى سؤال عايزين نعبر عنه بالصيغة العامة. أقول لك تعالى نشوف. هو عندي ذرة مركزية اسمها A، ماشي، وعندي كام ذرة طرفية؟ 2، يبقى هي X2. EM هل عندي أزواج إلكترونات حرة؟ لا، فبالتالي بتحذف الE والM، فبقول إن ده على الصيغة العامة AX2 يا صديقي. طيب ده كده الاختصار. تعالى بقى أقول لك بنعرف ايه من الاختصار. الاختصار ده يا صديقي بنعرف منه عدد مناطق الكثافة الإلكترونية. ازاي؟ هي عدد مناطق الكثافة الإلكترونية كنا بنعرفها اللي هي عدد الروابط سيجما زائد الأزواج الحرة. أقول لك تعالى نجيبها بالطريقة العادية ونشوف عدد مناطق الكثافة الإلكترونية بكام. عندي هنا 2 سيجما وما عنديش حاجة حرة، يبقى كده عندي كام منطقة كثافة إلكترونية؟ عندي يا مستر منطقتين. جميل. طب أنا عندي منطقتين، تعالى بقى نشوف بقى إزاي بجيبها من الاختصار. AX2 بس. عارف بتجيبها إزاي؟ عدد الذرات الطرفية زائد الأزواج الحرة. عندي كم ذرة طرفية؟ 2. هل عندي أزواج حرة؟ لا، يبقى كده برضو عندي منطقتين كثافة إلكترونية. بص بقى، أول ما أقول لك عندي منطقتين كثافة إلكترونية هتقول لي ترتيب الأزواج خطي. ترتيب الأزواج إيه؟ خطي. طب الشكل الفراغي هو على الصيغة إيه؟ AX2، يبقى الشكل الفراغي دايما خطي. طيب في ملحوظة ان انا اقدر، خدها بس قاعدة عامة نمسح ده كله، نمسح بس ونرجع لكده. اقدر استبدل الهيدروجين بالمجموعة السفلية كلها، يعني اقدر استبدل الH واخليها F او اخليها Cl او اخليها Br
او اخليها اي. ازاي بقى؟ يعني انا ممكن مثلا اقدر ارسل لك بي اي اتش 2، اقدر ادرس لك بي اي اف 2، نفس الخصائص نفس كل حاجه هي بالطريقه دي. ماشي يا مستر، الموضوع بقى واضح. تعالى بقى نشوف المركب اللي بعده بي اتش 3، نفس الكيفيه. حل الصيغه ايه؟ اي اكس 3. ترتيب الازواج، لا بلاش، قبل ما نجيب ترتيب الازواج بنعرف مناطق الكثافه الالكترونيه. كم منطقة كثافة؟ منطقة كثافة عندي كم منطقة؟ أقول لك بنجيبها عبارة عن عدد الذرات الطرفية زائد عدد الأزواج الحرة. عندي كم ذرة طرفية؟ 3. هل عندي أزواج حرة؟ لا، يبقى كده 3. أول ما أقول لك عندي 3 مناطق كثافة إلكترونية يبقى تقول لي ترتيب الأزواج مثلث مستوي. مثلث مستوي. ماشي. طيب عايز اعرف شكله فراغي، طالما هو AX3 يبقى هو شكله فراغي مثلث مستوي. اقدر استبدل البورون بالالومنيوم، يقدر اقول AlH3، واقدر استبدل الهيدروجين بالمجموعة 7A، يعني اقدر اقول BF3 او AlCl3 عادي جدا جدا. ماشي، هنكمل. SO2. تعال نشوف بقى، هنا هتبتدي معايا الأزواج الحرة. SO2 ده بيبقى عبارة عن كبريت ماسك في أكسجينية برابطة ثنائية وماسك في أكسجينية برابطة ثنائية وعنده زوج حر. ماشي يا صديقي، عايز أعرف الصيغة. هتقول لي الA وتقول لي الX. عندي كام X؟ عندي كام ذرة طرفية؟ تقول لي 2. هل عندي أزواج إلكترونات حرة؟ عندي واحدة، يبقى AX2E. طيب طالما هو AX2E عايز أعرف مناطق الكثافة. AX2E عدد الذرات الطرفية 2 وعدد الأزواج الحرة 1، يبقى كده عندي 3. مش أنا قلت لك أول ما تكون عدد الكثافة الإلكترونية 3 يبقى ترتيب الأزواج وش مثلث مستوي؟ حلو. ماشي، بسم الله. ايه كمان؟ طالما هو على الصيغة AX2E يبقى شكله الفراغي زاوي. زاوي. تعال نخش على المركب اللي بعده، الميثان CH4، عبارة عن كربون ماسكة في 4 هيدروجين. ماشي، هتبقى على صيغة انت حفظت خلاص AX4. طب عندي كم منطقة كثافة؟ عندي 4. ليه؟ عندي 4 ذرات طرفية وما عنديش أزواج حرة. ماشي، طب ترتيب الأزواج، أول ما أقول لك يا صديقي عندي 4 مناطق كثافة يبقى ترتيب الأزواج هرم رباعي الأوجه. بس لو هو شكل ترتيب الأزواج رباعي الأوجه. طيب يا مستر شكله الفراغي AX4، يبقى خلاص، يبقى هو برضو على شكله الفراغي رباعي الأوجه. أقدر، تعالى كده نجيب في الصفحة اللي بعدها، هقدر استبدل الكربون بالسيليكون. ماشي، واقدر استبدل الهيدروجين بالمجموعة 7A. بس كده يا صديقي. تعال نكمل. بسم الله. النشادر، تعال ندرسه. النشادر هو عبارة عن نيتروجين معاه 3 هيدروجين ومعاه زوج حر، يبقى هو على صيغة AX. عنده كم ذرة طرفية؟ 3. عنده كم زوج حر؟ 1. ماشي، تعالى بقى ندرس مناطق الكثافة وهكذا وهكذا. عندي كم منطقة كثافة إلكترونية يا صديقي؟ أقول لك ركز معايا. هو على الصيغة يا صديقي AX3E. اجمع الذرات الطرفية مع الأزواج الحرة يبقى 3 زائد 1 4. ترتيب الأزواج، أول ما أقول لك 4 تقول لي رباعي الأوجه. طب شكله الفراغي يا مستر، طالما هو على الصيغة AX3E يبقى شكله الفراغي هرم ثلاثي القاعدة. ملحوظة مهمة، أقدر أستبدل النيتروجين
بالزرنيخ أو الفوسفور، وأقدر أستبدل الهيدروجين بالمجموعة 7A ومش محتاج إن أنا أقولها تاني. طيب تعال نخش على آخر حاجة معانا وهي المية. المية هو عبارة عن أكسجين ومع 2 هيدروجين ومع زوجين حرين، يبقى على الصيغة AX2E2. مناطق الكثافة الإلكترونية تعال نشوفها، هو على صيغة إيه؟ AX2E2. طالما هو AX2E2 يبقى عندي كام منطقة كثافة؟ 2 و2 4. يبقى ترتيب الأزواج أول ما أقول لك 4 تقول لي يا مستر رباعي الأوجه. طب طالما هو على الصيغة AX2E2 يبقى شكله فراغي زاوية. تعالى بقى كده نعمل خريطة نجمع فيها كل اللي اتقال. هجمعهم بناء على ايه؟ مناطق الكثافة الإلكترونية. لو عندي منطقتين كثافة إلكترونية بس ساعتها هيكون ترتيب الأزواج دايما دايما دايما، خلينا بلاش كده عشان نصغرها، ترتيب الأزواج دايما دايما يا صديقي خطي. طيب الصيغة يا مستر تبقى AX2. طب يا مستر شكله الفراغي خطي زي BAH2 أو CO2 برضو. ماشي كده خلصنا منطقتين كثافة إلكترونية. طب لو 3 كده بس نشوف كده، لو 3 يبقى ترتيب الأزواج دايما مثلث مستوي. وساعتها كان عندي احتمالين، أول احتمال لو على الصيغة AX3، تاني احتمال لو على الصيغة AX2E. ده كان شكله الفراغي مثلث مستوي، إنما التاني كان شكله الفراغي زاوي. تعال نكمل آخر حاجة معانا في الدرس ده. لو عندي 4 مناطق كثافة إلكترونية كان ترتيب الأزواج على شكل رباعي الأوجه. ساعتها كان عندي كم احتمال؟ 3. كم احتمال؟ 3. أول احتمال AX4 AX3E AX2E2 كان شكله الفراغي هنا رباعي الأوجه، بينما هنا AX3E هرم ثلاثي القاعدة، بينما AX2E2 هذه 2 يبقى كان على شكل فراغي الزاوي. كده خلصنا نظرية فيسيبر يا صديقي. تعال نخش على الرابطة التناسقية. تعال بقى يا صديقي نخش على الرابطة التناسقية. الرابطة التناسقية تعرفها هي رابطة تنشأ بين ذرتين إحداهما تمتلك زوج حر وتسمى الذرة المانحة، والأخرى لديها أوربيتال فارغ وتسمى الذرة المستقبلة. يعني بص، عشان نعمل رابطة التناسقية لازم يتوفر شرطين. أول شرط إن أنا عندي ذرة لازم يكون عندها على الأقل زوج حر، وذرة تانية يعني لازم يكون عندها على الأقل أوربيتال فارغ. طيب الذرة اللي عندها زوج حر بتسمى ذرة مانحة. طب الذرة اللي تمتلك أوربيتال فارغ تسمى ذرة مستقبلة. طب مستر مش فاهم قوي، هقول لك انا مدي لك 3 امثله هنا بس اصبر. الرابطه التناسقيه تعتبر نوع خاص من الروابط التساهميه. ليه؟ اقول لك الرابطه التناسقيه هي اصلا رابطه تساهميه، ولكن الفرق ان الرابطه التساهميه كل زوج من الذرات يعني الذرتين بيشاركوا بالالكترونات، انما الرابطه التناسقيه واحد بس اللي بيشارك بالالكترونات. فاختلافهم في مصدر الذرات. واحدة بتيجي من ذرة واحدة، مصدر الإلكترونات عذرا، واحدة بتيجي الإلكترونات من ذرة واحدة اللي هي الرابطة التناسقية، واحدة بتيجي من الذرتين اللي هي الرابطة التساهمية. طيب بنرمز لها بالرمز ده، ذرة مانحة اللي هي عشان تبقى بس مش تبقى شايف كويس، اللي هي الذرة المانحة، وسهم كده لازم أن يكون السهم ده مودي على المستقبلة. خلي بالك من الاتجاه، أهم حاجة الاتجاه. طيب تعال نكمل. بسم الله. تعال بقى يا مستر اديك مثال اكتر بحيث ان انت تفهم بشكل اكبر. هم 3 امثله تخلصهم وكل خلصنا الرابطه التناسقيه بالراحه. HCl في الماء، مش انا قايل لك ارجع كده لاول المحاضره قايل لك ان HCl بيدوب في الميه صح؟ عشان هو من الروابط التساهميه القطبيه اللي بتتأين بتديني H موجب و Cl سالب صح؟
مش الاتش الموجب ده، الاتش العادي هو عبارة عن اتش عندها اوربيتال في ال1s فاضي. طيب ماشي، دلوقتي بقى اتش موجب، يعني الالكترون ده مشي اصلا يا مستر. خلاص ماشي، نمسح ده كله. الالكترون مشي، فهيديني الاوربيتال بتاع ال1s ده فارغ، مفيش اي مكان حواليه. طب وزع كده الميه O وماسكه في 2H وعندها زوجين حرين. طيب هل كده الشروط اتوفرت؟ انا عندي ذره عندها زوج حر على الاقل، وعندي ذره اخرى عندها اوربيتال فارغ على الاقل، فيروح الذره اللي عندها زوج حر، الزوج حر يروح مرتبط بالاوربيتال الفارغ، فبالتالي تسمى الاكسجين ذره مانحه، ويسمى الهيدروجين ذره مستقبله، وبيعملوا مع بعض رابطه تناسقيه. الشكل النهائي بيبقى عامل ازاي؟ اقول لك، ركز معايا يا سيدي. امسح بقى ده. بنعمل ايه؟ مش ده مكان الزوج الحر؟ بنعمل مكانه السهم بتاع الرابطه التناسقيه. السهم جاي من الذره المانحه رايح للذره المستقبله اللي هي الاتش. بس كده، دي رسمة ال H3 أو الهيدرونيوم. ده كده رمز الهيدرونيوم أو البروتون الموجب أو أيون الماء الموجب مثلا. طيب تاني حاجة NH3 في الماء. ماشي، NH3 في الماء هقول لك على حاجة. NH3، تعال نرسم كده NH3، N معاها 3H ومعاها زوج حر. طب المية هو عبارة عن H موجب و H سالب. سيبك كده من ال OH السالب، رسمنا رسمة ال H الموجب لسه رسمناها، كان عندها اوربيتال فارغ يا صديقي في ال1s. بس يبقى أنا كده أصبح عندي ذرة لديها زوج حر وذرة أخرى لديها اوربيتال فارغ، فبيعملوا مع بعض رابطة اسمها رابطة تناسقية. الإلكترونات اللي في النيتروجين هتروح تقعد عند الهيدروجين، وبيعملوا مع بعض رابطة اسمها ايه؟ رابطة تناسقية. فالشكل النهائي بيبقى بالمنظر ده. ادي السهم، خلي بالك لازم تحدد اتجاه السهم عشان نعرف مين الذرة المانحة ومين الذرة المستقبلة. طب ليه أصلا بنعملها بسهم؟ عشان نقدر نفرق الرابطة التساهمية بالتناسقية. آخر حاجة معنا يا صديقي هو اتحاد ماشي، اتحاد جزيئين من Al3 Cl3 الصلب لتكوين Al2 Cl6. ماشي، انا هجيب Al معاه 3 Cl، ماشي، ومعاه 3 Cl. Al تاني معاه 3 Cl. بالراحة بالراحة. Al الألومنيوم عايز اعرف نوع التهجين فيه. انا عندي 3 روابط سيجما وما عنديش ازواج الكترونات حرة، فالتهجين من النوع Sp2. ماشي، ممكن نوزع، يعني ممكن اصلا نوزع عبل التهجين بيبقى عامل ازاي. الالومنيوم 13 نيون 10 3s2 3b1. طب ما هو دول كلهم هيتشالوا ويتحطوا مكانهم sp3 sp2 عذرا. جميل جميل. طيب ممكن بقى نوزع بقاعدة هومد بقى. انا هنا عندي النيون 10 وهيبقى عندي sp3 sp2 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 و sp2 الكترون الكترون الكترون. ماشي، نعمل ايه كمان؟ هنعمل كده بشكل بسيط وخفيف. ادي ده البي زد، لان البي زد ما شاركش في التفاعل الكيميائي. هل كان عنده الكترونات؟ لا خالص، ما عندوش اي الكترونات يا صديقي. خلينا بس كده نجيب ايوه كده، ده الاوربيتال الفارغ اللي في الالومنيوم. طب السي ال في المجموعه الصفريه المفروض يكون حوالينها 7 الكترونات. الكترون واحد منهم عمل الرابطه تبقى 6 ادي 6 وادي 6 وادي 6 وهكذا. ماشي، ونفس الفكره هنا، عنده 6 وعنده 6 وعنده 6. ماشي، الالومنيوم ده عنده اوربيتال فارغ وده عنده اوربيتال فارغ، بينما الكلور عندهم ازواج الكترونات حرة كتير. اللي بيحصل زوج الكترونات حرة من الكلور يروح قاعد عند الاوربيتال الفارغ اللي في الذرة الاخرى للألمنيوم، وزوج من الكلور يروح قاعد عند الاوربيتال الفارغ اللي عند الألمنيوم. فال AlCl3 ده صلب هيتحول الى Al2Cl6. ده سائل يا صديقي،
اتمنى تكون الامور وضحت. هنخش بقى على الجزء الثاني اللي معانا وهي الرابطه الهيدروجينيه. الرابطه الهيدروجينيه دي ايه اللي بيحصل؟ هقول لك. انا عندي جزيء ميه، لا خلينا نوضحها بشكل تاني. خلينا نشوف التعريف الاول. بيقول هي رابطه تنشا عندما تقع ذره هيدروجين بين ذرتين مرتفعتين في السالبيه الكهربائيه. يعني لما تكون الهيدروجين وقع بين ذرتين، يعني مثلا فلور او اكسجين، ماشي، فتعمل مع واحده رابطه تساهميه قويه والتانية رابطه هيدروجينيه ضعيفه. تاني لما الهيدروجين تقع ما بين ذرتين مرتفعتين في السالبية هتعمل مع واحدة رابطة تساهمية قوية والتانية رابطة هيدروجينية ضعيفة. بس كده. طب ايه هي يا مستر العناصر اللي مرتفعة في السالبية؟ عندي حاجة كنا بنقولها نفو، اللي هي نيتروجين وفلور واكسجين. طبعا الاعلى هو الفلور وبعد كده الاكسجين وبعدها النيتروجين، دي حاجه مش محتاجين نقولها. طيب، فترتبط باحداهما برابطه تساهميه قويه والاخرى برابطه هيدروجينيه. طب مستر انا مش فاهم قوي، اقول لك ركز معايا. الموضوع سهل بسيط. الاكسجين الميه عذرا، تعال نرسم ذرات الميه. O معاها 2H، O معاها 2H، مثلا ادي هنا ميه وادي جزيء ميه وادي جزيء ميه كمان وادي جزيء ميه كمان. بس كده. تعالى بقى نمسك واحده واحده وركز معايا. الهيدروجين ده مش واقع بين ذرتين مرتفعتين في السالبيه. ازاي؟ ذره اكسجين وذره اكسجين، صح؟ فبيعمل مع واحدة رابطة تساهمية قوية والأخرى رابطة هيدروجينية ضعيفة. ماشي. تعالى هنا مثلا الهيدروجينية دي ركز معايا، مش واقعة بين أكسجين أو أكسجين، فبيعمل مع واحدة رابطة تساهمية قوية والأخرى رابطة تساهمية ضعيفة ورابطة هيدروجينية ضعيفة. الهيدروجين ده نفس الفكرة، بيعمل مع واحدة رابطة تساهمية قوية والأخرى رابطة هيدروجينية ضعيفة. الهيدروجينية دي نفس الفكرة، بيعمل مع واحدة رابطة تساهمية قوية والأخرى رابطة هيدروجينية ضعيفة. جزيء الماء لو خدت بالك هو محاط بأربع روابط هيدروجينية، وده دايما قاعدة ثابتة، جزيء المية يحاط بأربع روابط هيدروجينية. طب تعالى في ال HF نفس الفكرة ومفيش أي حاجة. أدي فلور هيدروجين، أدي فلور هيدروجين، أدي فلور هيدروجين. الهيدروجينية دي مش واقعة بين فلورايا وفلورايا، بيعمل مع واحدة رابطة تساهمية قوية والأخرى رابطة هيدروجينية ضعيفة. نفس الفكرة هنا، بيعمل رابطة هيدروجينية ضعيفة. ماشي يا مستر. تزداد الرابطة الهيدروجينية بيبقى حاجتين، بزيادة الفرق في السالبية الكهربية. يعني اصلا فاكر لعبه الرابطه الايونيه والتساهميه القطبيه كانوا بيزدادوا بزياده فرق في السالبيه، زود عليهم الرابطه الهيدروجينيه. وكمان عندما تكون الرابطه الهيدروجينيه على استقامه واحده مع الرابطه التساهميه القطبيه، زي هنا ال HF لو خدت بالك هي عامله على استقامه واحده مع الرابطه الهيدروجينيه، عامله استقامه واحده مع الرابطه التساهميه القطبيه. وجزيء الميه نفس الفكره. ماشي. فده اللي بيخلي الرابطه الهيدروجينيه اقوى. سؤال بقى، هل الرابطة الهيدروجينية بين جزيئات فلوريد الهيدروجين أقوى من التي بين جزيئات الماء؟ لأن فرق السالبية بين الهيدروجين والفلور أعلى من فرق السالبية بين الهيدروجين والأكسجين، مش أكتر. خلي بالك حتة، درجة غليان الماء أعلى من فلوريد الهيدروجين. ثانية بس، طالما المفروض يعني إن طالما وجود رابطة هيدروجينية قوية بتجعل المركب أعلى في درجة الغليان، فالمفروض إن فلوريد الهيدروجين درجة غليانه أعلى من المية، ولكن إحنا اكتشفنا العكس. هقول لك ليه. علشان المية عاملة 4 روابط هيدروجينية أكتر من فلوريد الهيدروجين،
طيب سؤال كمان، درجة غليان الماء أكبر من H2S بالرغم من أنه الأقل في الكتلة الجزيئية، علشان المية بتحتوي على روابط هيدروجينية على عكس ال H2S. آخر حاجة معانا في المراجعة النهاردة يا صديقي وهي الرابطة الفلزية. الرابطة الفلزية من اسمها كده هي رابطة تنشأ بين فلزات، هي رابطة تنشأ بانسحاب إلكترونات التكافؤ الحر التي تقلل من قوة التنافر بين أيونات الفلز وتجمعها معا في الشبكة البلورية. مستر مش فاهم. الصوديوم، لو أنا جبت مثلا كذا حتة صوديوم كده، كذا حتة صوديوم ماشي، وليكن دي ذرات صوديوم بيبقوا متجمعين معا في شكل بلورة، فبيقوم يا صديقي الإلكترونات دي، علشان طبعا الصوديوم نصف القطر بتاعه كبير، فبيقوم الالكترونات دي عماله تمشي تقعد تتحرك كتير كده بالشكل ده يا صديقي. هي ما بتطلعش بره الشبكه وما بتطلعش بره، ولكن يا صديقي هي بتلف حوالين السحابه. طيب هو مش النواه موجبه؟ وكمان الالكترونات سالبه. طب ما هو موجب وسالب بيحصل تجاذب. طب انا عايز اتلاشى التجاذب ده، فبعمل حاجه اسمها رابطه فلزيه، هي دي اللي بتلاشي قوه التجاذب. هي رابطه تنشا بانسحاب الالكترونات بتقلل قوه التنافر بين الايونات. طبعا الايونات بيبقى هنا موجبه وموجب وتجمعها معا في الشبكه البلوريه. طيب الحاجات دي اللي هو كل ما الالكترونات لفت كده بتجعل المركب صلب بشكل اقوى. مستر مش فاهم، هتفهمها دلوقتي، ركز معايا. العوامل المؤثرة على قوة الرابطة الفلزية عندي عاملين: عدد إلكترونات التكافؤ والكثافة الإلكترونية. أي عدد إلكترونات التكافؤ؟ كل ما زادت عدد إلكترونات التكافؤ زادت قوة الرابطة الفلزية. اديني مثال، مثلا الألومنيوم، الصوديوم الأول عنده إلكترون واحد بس ولا في التكافؤ، المغنيسيوم عنده 2، الألومنيوم عنده 3. ده اللي بيخلي الألومنيوم هو الأقوى في الرابطة الفلزية، هو أقوى من المغنيسيوم، والصوديوم هو أضعف حاجة. طب إيه هي الكثافة الإلكترونية؟ بنحسبها إزاي يا صديقي؟ ليها قانون كده يا صديقي بيكافئ شحنة الآيون على حجم الآيون. خلينا كده ننزل عشان تبقى الوضع واضح أكتر. حجم الآيون يعني شحنة الآيون على حجم الآيون هو ده الكثافة الإلكترونية. خلي بالك، كل ما زادت الكثافة الإلكترونية كل ما زادت قوة الرابطة الفلزية. يعني كده كل ما زادت شحنة الآيون زادت قوة الرابطة الفلزية، كل ما قلت حجم الآيون كل ما زادت قوة الرابطة الفلزية، عشان حجم الآيون ده في المقام. ماشي. آخر حاجة معنا النهاردة هي مقارنة ما بين الصوديوم والمغنيسيوم والألومنيوم. انت عارف ان الألومنيوم هو الأقوى وبعديه المغنيسيوم وبعديه الصوديوم. ماشي. التوزيع الإلكتروني دي مش محتاجة ان انا اقولها لك، يعني المفروض ان انت كبير كفاية بحيث ان انت تعرف حاجة زي دي. ماشي، خلينا كده نرجع. بسم الله. التوزيع الإلكتروني يا صديقي، قلنا عدد إلكترونات التكافؤ: الصوديوم عنده 1، المغنيسيوم 2، الألومنيوم 3. الصلادة هي مقياس يعني مقاومة العنصر للخدش. الصلادة هنا نص، هنا 2.5، هنا 2.75. ماشي. الخصائص يا صديقي: الصوديوم لين يسهل قطعه بالسكين، المغنيسيوم طري يمكن خدشه بظفر الإصبع، والألومنيوم صلب يمكن خدشه بالنحاس أو الفولاذ. طب درجة الانصهار 98 عند الصوديوم، 650 عند المغنيسيوم، 660 عند الألومنيوم. كده يا صديقي احنا خلصنا مع بعض مراجعة الباب الأول بالكامل، شرحنا فيها كل حاجة، ما سبتلكش ولا تفصيلة. كل اللي أنا بس عايزك تعمله إن أنت تدعي لنا دعوة حلوة كده، وتعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. كان معكم زياد مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.